ايوه زي ما قلت لكم بالظبط، كان عندي شويه خضار في التلاجة خفت عليهم يبوظوا، فعملت بيهم حاجه جامده جدا. معانا جزر وتوم وبصل وطماطم وفلفل اخضر وفلفل الوان وشويه من الخضره. يلا مع بعض بسم الله. هنجيب معلقه صغيره من البصل الباودر وزيها توم باودر وزيها بالظبط حبهان او 5 6 فصوص من الحبهان، ودي كوبيبه صيني برضو معلقه صغيره من الكوبيبه الصيني، و5 6 ورقات كده من الورق اللوري، ورشة صغيرة من الفلفل الأسمر، وبرضو نفس المعلقة كزبرة، ونفس المعلقة برضو كاري، كله بنفس المعلقة، معلقة صغيرة أو نص معلقة كبيرة، ودي برضو نفس المعلقة من الكمون. تمام كده، ومعلقة من الملح ومعلقة من السكر كده. تمام زي ما احنا شايفين، وعليهم نفس المعلقة ورد بلدي مجفف. كده كل المكونات دي هنضربها مع بعض حلو جدا لحد ما تنعم تماما معايا كده زي ما هوريكم دلوقتي. كده زي ما احنا شايفين لازم تبقى ناعمة جدا. هنجيب بقى معلقة من الزبدة او السمنة او الزيت، بس طبعا يفضل السمنة، ونسخنها حلو قوي، وبعدين ننزل بالثوم. اول حاجة نديله كده تشويحة بسيطة جدا، بعد كده نروح نازلين بقى بالبصل برضو نديله تشويحة بسيطة جدا جدا، وبعد كده ننزل بقى ببقية الخضار كله مع بعضه مرة واحدة كده زي ما احنا شايفين. وهنشوح الكلام ده تشويحة بسيطة، مش عايزين نحمر ولا ندي لون ولا اي حاجة، يا دوبك بس كده ريحتهم تطلع كده زي ما احنا شايفين بالظبط. هننزل بقى بالخضرة بتاعتنا المتقطعة، مش لازم نقطع صغير، عادي جدا، ومعلقة كبيرة من الكرفس. الكرفس هنا عشان مخزناه في الفريزر فبحطه على طول في وقتها. تمام. كل الحاجات مش لازم تتقطع صغير، يعني ممكن تقطعي صوص، ممكن تقطعيها 4/4 عادي جدا. وبعد ما ادينا كله مع بعضه تشويح، هننزل عليهم بقى بكوبايتين من المية، يا دوبك بس يبقوا مغطيين كده الخضار بتاعنا، ونغطيه ونسيبه بقى يستوي على نار هادية، ويكون فيه مية برضه. هو اكيد هينزل سوائل تانية لان الخضار ده بيبقى فيه سوائل كتير. بس هنوطي عليه علشان ما يتلسعش معانا، واحنا عايزين يفضل محتفظ بالمية بتاعته كده. كل ما تنقص تزودي. طبعا هنعمل تيست على الجزر عشان اكتر حاجة هتاخد سوا. لو الجزر استوى يبقى كله خلاص استوى. هنروح بقى في الخلاط او بهاند بلندر نضرب الكلام ده كله مع بعض، وفي نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها الخضار ده هننزل ب3 4 معالق كده من الدقيق في السمنة، ونحمر الدقيق. مش هندي دقيق لون خالص، يا دوبك بس كده ريحته بس كده تطلع. ونجيب بقى التوابل او البهارات اللي احنا طحناها مع بعض في البداية، وننزل بيها على الدقيق، نديهم برضو تشويحة كده علشان ريحتهم تطلع والزيوت بتاعتهم. وبعد كده نروح نازلين بقى بخليط الخضار اللي احنا ضربناه في الخلاط، ونقلب بسرعة علشان الدقيق ما يكلكعش معانا. واول ما يغلي كده ويبقبق خلاص كده هو جاهز. هنحطه بقى في العلبة بتاعتنا او القالب، وندخله الفريزر يا دوبك يمسك كده، ونطلعه بقى نقطعه على حسب الشكل اللي احنا عايزينه والحجم، وندخله الفريزر بقى يتجمد خالص. وممكن نحطه في قوالب التلج زي ما احنا شايفين كده، هيبقى اسهل معانا كمان. هنملى كده العلبة بتاعتنا وندخله بقى الفريزر برضو يتجمد، وممكن بعد ما يتجمد نطلعه ونحطه في اكياس عادي جدا، هيبقى متماسك. ادي اهي مرقة الدجاج بتاعتنا طلعت من الفريزر. سوري، مش مرقة دجاج، دي مرقة خضار فورية بجد تحفة. طبعا انتوا طلبتوها مني لما عملت لكم مرقة الدجاج، وكتير ناس طلبت مني مرقة الخضار، والنهاردة انا جربتها معاكم لان انا كمان كنت عايزة اجربها واوريكم بقى. بصوا ما شاء الله دابت في الشوربة ازاي، وبصوا المية اتحولت لشوربة من مكعب واحد، بجد تحفة وخطيرة. واستفدنا من الخضار بتاعنا وما ترماش، وعملت لنا شوربة جامدة جدا. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ونورتوني. باي باي.